أهلا بحضراتكم. الأسبوع الثقافي مع حضراتكم بنناقش فيه بعض المحطات اللي ليها علاقة بالثقافة واللي أثارت يعني قضايا خلال الأسبوع. طبعا لما يكون موضوع التعليم وهو اللبنة الأساسية لبناء أي مجتمع، يكون هذا التعليم أرض خصبة للبلطجة ويحصل اعتداء على طلاب داخل الحرم جامعي خاص. وده برضو يعني ربما يعني نخصص له حلقات أخرى عن التعليم الخاص في مصر، وإزاي أنه يستعين رئيس جامعة بحرس وبوديجاردات وبلطجية لضرب الطلاب المحتجين أو المطالبين ببناء كوبري مشاة أو ما شابه ذلك. ده اللي حصل في جامعة النيل، وكان في قتيل وكان في ضحايا كثر. يعني دي طبعا كارثة، لأن التعليم هو اللبنة الأساسية لبناء مجتمع مثقف ونهضة ثقافية إذا أردنا لهذا البلد أن ينهض بالفعل. أيضا من الأشياء اللي هنتكلم عنها موضوع استغلال دور العبادة. الحقيقة كانت أحداث المقطم المؤلمة والمؤسفة الأخيرة تم استغلال ساحات المساجد فيها كاستراحة للمحارب، والبعض قال لا، دي استخدمت كمان ساحات لتعذيب الخصوم. ويعني حرمة المساجد وقداستها، وازاي ان احنا ننزهها عن اي عمل، مش بس عمل سياسي. كنا بنقول ما يتمش المتاجرة فيها بالدين، ولا تدخل السياسة على تعتلي المنابر. لا، ده دخلت السياسة ومعاها الشوم والبلطجة والكرابيج وخلافه. دي ايضا قضية لابد ان احنا نثيرها ونتناولها بالنقاش. قضية برضو في منتهى الأهمية، وهي فكرة الأصوات اللي عمالة تتعالى عن لتندد بالإعلام الإعلام الإعلام، وكأن الإعلام هو اللي بيصنع الأحداث. ودي شيء في منتهى الغرابة في الحقيقة. الإعلام هو بينقل الحدث وقد يتحدث عنه وقد يضخمه أحيانا ويكون في تجاوزات، لكن في النهاية في حدث، يعني في جريمة ما بتقع، بيجي الإعلام يغطيها عشان يخبر الآخرين بها ويعلم عنها. لا يمكن أنه هي الإعلام يبقى هو سبب مشاكلنا كلها. وعلى فكرة القضية دي اتكلم عنها المخرج عمرو سلامة، واتكلم عنها الإعلامي عماد الدين أديب في مقال له. لا يمكن ان احنا نحمل الاعلام كل شيء، وناس كتير قوي اتكلمت عنها. يعني انا بقول دول كامثله. الاعلام لا يمكن يتحول لشماعه، لانه ده دعوه للقضاء على الحريات. ايضا لا يمكن ان احنا نغفل مشكله اهل البيت، مش اهل البيت طبعا ربنا يكرمهم، لكن اهل البيت بتوع ماسبيرو في حاله من الغضب، لانه في لائحه جديده بتطبق عليهم، وفي مخصصات مالية مستحقات مالية هيحرموا منها في الفترة القادمة. بدأت ب30%. عندهم مخاوف انه هيتم تقليص رواتبهم ومستحقاتهم. والحقيقة العدل ما حدش يزعل منه. لو الناس اللي هيخصم منها ديت يعني بتتجاوز رواتبها ال10,000 جنيه، ممكن نرى ان ذلك مقبول ومعقول. لكن الناس اللي لا يتجاوز اجورها 5,000 جنيه، هل هنخصم منهم 30%؟ وهل هيتخصم منهم أكتر من ذلك أيضا في المراحل القادمة؟ طبعا احنا كنا ناقشنا في الأسبوع الماضي فكرة أنه ما عرضوا وزير المالية من أنه رد على وزير الإعلام وقال له والله اتصرف وبيع أراضي أو بيع مباني أو بيع التراث. وناقشنا ازاي ان التراث ده مستحيل ان احنا نبيعه بأي ثمن من الأثمان، وان عرض حاجة زي كده يعد في حد ذاته يعني جرم ممكن يحاسب عليه وزير المالية نفسه. يعني ايه تقول لحد بيع تراثك، بيع تاريخك، بيع ماضيك، بيع ذاكرتك، واللي تصبح بلا ذاكرة وبلا هوية؟ الحقيقة انه اذا كان في أزمة اقتصادية في البلد ككل ممكن الجميع يتحملوها، بس انا بتصور انه من العدل يتحملها أصحاب الرواتب الأكبر وأصحاب الدخول الأكبر. وده بيثير علامة استفهام برضو حوالين الحد الأقصى وتطبيقه والحد الأدنى، اللي هو مطلب من مطالب الثورة كجزء من عيش وحرية وعدالة اجتماعية. بعتذر للإطالة، ولكن الهموم كثيرة. هموم الوطن بالفعل بتزداد يوما بعد يوم. بيسعدنا كمان ان احنا نناقش إصدار من أحدث إصدارات المفكر الإسلامي،
وأستاذ الشريعة بجامعة الأزهر الدكتور أحمد كريمة، وهو كتاب قضايا معاصرة رؤية شرعية. هنناقش بعض الأبواب الهامة في هذا الكتاب، وطبعا بعتذر عن الإطالة وبرحب بالدكتور أحمد كريمة. أهلا بيك. ازي حضرتك يا فندم؟ الحمد لله ومشاهديك بنسعد بوجودك دائما. أكرمكم الله، بارك الله فيك. طيب، من ضمن أخبارنا أيضا يا دكتور كان في خبر عن فكرة شيخ الأزهر مستعدون لمشاركة المرأة في الإفتاء. القرضاوي لم أحرض على اغتيال البوطي، ونهضة مصر مرهونة باستقرارها. أعلن الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر استعداد الأزهر لبحث مشاركة المرأة في الإفتاء وفي عضوية مجمع البحوث الإسلامية، وذلك بناء على الاقتراح الذي طرحه الدكتور يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي للمسلمين لعلماء المسلمين خلال لقائهما أمس بمشيخة الأزهر. فكرة تسليط الضوء على المرأة، وحضرتك في كتابك اللي هو من أحدث إصداراتك قضايا معاصرة، نعم. وأنا في الحقيقة قرأته واستمتعت به، وهناك باب خاص عن المرأة. نعم. يمكن حضرتك يعني نوهت إلى فكرة يعني احتفاء واهتمام الإسلام بدور نعم. المرأة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه، وبعد. فبالنسبة أولا لما تفضلت بطرحه وعرضه فيما يتعلق بالمرأة، فالمرأة كائن مكرم في الإسلام، والله سبحانه وتعالى جعل لها المساواة، وإن لم يجعل لها المثلية لاختلاف الجسد في بعض الأعباء والمهام، ولكن يبقى الأصل الأصيل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. والنبي صلى الله عليه وسلم أعلنها واضحة صريحة: النساء شقائق الرجال. لكن ما يعانيه المجتمع أو المسلم أو ما بقى من الأمة المسلمة غلبت اجتهادات ورؤى شخصية في أطر ضيقة لما يعرف بالفقه البدوي أو الصحراوي، وكأنها نصوصا وقواعد أو كأنها هي الأصل في الإسلام، فجعلوا المرأة مواطن من الدرجة الثانية، وأصبحنا في العالم الثالث مجتمع ذكوري بيعلي من شأن الرجل على حساب إخفاض المرأة. لكن المرأة لها الأهلية الكاملة والذمة المالية المستقلة، ولها أن تتولى كل المناصب بما فيها رئاسة الدولة. هو بس كان منصب الخليفة الأعظم في عصور الإسلام الأولى، لأنه يختلط بالرجال ويذهب إلى الحروب ويقود الجيوش ويعقد المعاهدات. هو للفقهاء يعني منعوه، ولكن الاستدلال الخاطئ لا يفلح قوم ولوا امرأهم امرأة، هذا ليس للمرأة المسلمة بحال من الأحوال.